لو مستنية حياتك تتغير من غير تعب فانت مستنية حاجة عمرها ما هتحصل. ولو أحلامك محتاجة تعب يبقى ليه مستغربة بقى إن الطريق صعب؟ لازم تتقبلي إن النجاح له تمن والتعلم له تمن، وإن كل حاجة في الدنيا دي ليها تمن، حتى الراحة بعد الإنجاز ليها تمن. كل مرة بتهربي من التعب في الحقيقة بتأجلي الحياة اللي نفسك تعيشيها. كل بنت بتحلم بحاجة وكل ست بتحلم بحاجة، بس قليل قوي اللي بتستحمل تمن الحلم ده. مساء الخير، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا ماشيين مع بعض تالت خطوة من 22 خطوة من الحاجات اللي ممكن تغير قوي كتير في حياتك. في مقولة حلوة قوي أنا بحبها بتقول stand on the battlefront of your dream and fight for it. يعني أقفي على ناصية الحلم وقتلي. لو انت بدأتي في حاجة دلوقتي وحاسة بيأس فيها وحاسة ان انت مستسلمة، افتكري مقولة أديسون اللي بيقولك فيها الكثير من حالات الفشل حدثت لأن الناس لم يدركوا حين قرروا الاستسلام كم كانوا قريبين من النجاح. يعني وانت بتيأسي وبتستسلمي دلوقتي انت قريبة قوي قوي، ورسالتي ليكي النهاردة كملي في اللي انت ماشية فيه وكملي في طريقك طالما طريق صح ومفيش فيه اي حاجة تزعل ربنا سبحانه وتعالى. لو وقفتي وسألتي نفسك عن اي حد وصل لحلم كان بيتمناه، هل وصل من غير تعب؟ اكيد تعب كتير، بس انت ما شفتيش الكواليس، انت شفتي النتيجة بس. حتى اللي بتشوفي حياتهم كلها جنة وخير وعافية لازم تكوني متأكدة انهم بيتعبوا، واقل تعب بيتعرضوا له انهم يحافظوا على اللي هم فيه دلوقتي. كلنا بنتعب ولازم تتقبلي الفكرة دي، مش انت لوحدك اللي تعبانة، كل الناس بتتعب، بس التعب بيختلف من حد للتاني ومن موقف للتاني. عاوزة ترضي ربنا سبحانه وتعالى لازم تتعبي، عاوزة تبري اهلك لازم تتعبي، عاوزة تحفظي القرآن لازم تتعبي، عاوزة تنجحي في دراستك، تترقي في وظيفتك، وتربي اولادك تربيه كويسه، ويكون بيتك بيت حلو وحياتك كلها واو، لازم تتعبي. عاوزه تتجوزي جوازه كويسه، اي حاجه انت عاوزه توصلي لها محتاجه تعب. عمرك سالتي نفسك ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لقد خلقنا الانسان في كبد؟ صدق الله العظيم. ليه؟ او ايه تفسير الايه دي؟ يعني الانسان وهو جنين وهو بيتكون في بطن امه كان في مرحله ورا مرحله حاسس بضيق ومشقه. وقت الولاده الام بتتعب في ولادة الطفل وهو نفسه بيخرج من مكان ضيق للدنيا. في الطفولة محتاج حد يرعاه في حاجة، ولو جاع أو تعب ما بيعرفش يعمل لنفسه، لازم حد يساعده، وهو بيبي لسه ما بيعرفش يقول إن في حاجة بتوجعه أو بيتألم. وفي سن التعلم بيبقى مجبور إنه يتعلم وبيتعب علشان يذاكر ويتعلم، وبيكون في حد فوق راسه مامته المعلم بتاعه يعلمه ويقوله لازم تذاكر وتكتب واجبات. وهو في سن الشباب بيبدأ يجري ورا الشغل والرزق ويواجه مسؤوليات الحياة عشان ينجح مرة ويفشل مرة تانية. في الجواز وتربية الأولاد بيشيل مسؤولية بيت وأسرة وبيتعب في تربيتهم وإنه يصرف عليهم. في العبادة الصلاة والصيام والحج والجهاد للنفس من المعاصي، كل دي كلها مجاهدة وتعب. حتى الإنسان بعد ما بيكبر وبيتعب وبيجيله أمراض وابتلاءات، بيفقد حبيب، بيمر بضيق مادي بضيق نفسي، بكل ابتلاءات الدنيا. لما بيكبر بيضعف وبتضعف قوته وبيحتاج للي يعينه عند الموت، وبيمر بسكرات الموت، وبعدين بيروح القبر، بيبقى فيه حساب في القبر وحساب في الآخرة. الدنيا كلها رحلة مليانة انتقالات وتعب واختبارات، ومفيش إنسان على وجه الأرض مستثني من ده، سواء أنا أو إنتي أو غيرنا. لكن المؤمن بيصبر وبيحتسب ويعرف إن التعب ده مؤقت، وإن الراحة الكاملة ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا في الجنة. لكن في الدنيا اللي علينا إن احنا نسعى. الناس مش بتوصل للنجاح من غير ما يمروا بمحطات فشل وتعب ويأس، بس اللي عندها إرادة قوية ما بتقفش كتير عند المحطات دي. صدقوني لازم تتقبلي فكرة التعب. عارفة الفرق بين اللي بيتعب واللي مش بيتعب ايه؟ ان اللي بيتعب احتمال كبير قوي يوصل، وساعتها هيرتاح. حتى لو ما وصلش هيكفيه بس انه يوقف احساس بالذنب انه ما حاولش. لكن اللي مش بيتعب هيفضل طول عمره تعبان وحاسس بالفشل وحاسس بالذنب انه ما بدأش، وهو دلوقتي حاسس انه في وهم انه مرتاح، لكن في الحقيقة جواه هو مش مرتاح. لما بيجي وقت رمضان بنجري نصلي التراويح والقيام، وكل واحد بيجري يعمل اللي يقدر عليه من الطاعات. طب ليه؟ عشان عارف ان الوقت ده وقت تعب، وهيحصد ثمار ده مع ربنا سبحانه وتعالى، سواء في الآخرة في حسنات، سواء في أدعية بيدعيها بيتمناها من الدنيا ربنا يديها له. ابن الجوزي رحمه الله قال في كتاب صيد الخاطر ايه؟ مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعاصي بتذهب ويبقى عقابها. طالما الأيام كده كده بتعدي، خليها تعدي وانت بتشتغلي على نفسك وعلى حياتك.
كان في اتنين بيتكلموا على بعض، ففي واحد بيقول لواحد فلان تفوق علينا في كذا وتقدم علينا في كذا وكذا. التاني رد عليه قال له يوم ما كنا احنا بنلعب كان فلان ده بيتعب، فكان ان كان وكنا ان كنا. لو اتنين حد بيعمل طاعات كتير وبيتعب وحد بيعمل معاصي كتير وبيتعب برضه، اللي بيعمل طاعات بيتعب واللي بيعمل معاصي بيتعب، والاتنين بيروحوا يناموا وتاني يوم كل حاجة بتتنسى، بس الطاعات اثرها موجود سواء اثر في الدنيا او في الاخرة، والمعاصي اثرها برضه موجود. فطالما بنتعب تعب بتعب بقى نتعب في حاجة تستاهل. من الاخر اجتهدي وتعبي وكل التعب ده هيروح اول ما تشوفي نتاج وثمار تعبك ده وتفرحي وتفتخري بيها. صدقيني كل الناس بتتعب مش انتي بس، ودي رسالتي ليكي النهارده. ابدأي من النهارده اي تعب بتمر بيه اعرفي انه تعب مؤقت ونتيجته ان شاء الله هتشوفيها سواء في الدنيا او في الاخره. ربنا يجعل كل تعبنا يا رب في الطاعات ويبعدنا عن المعاصي. وما تنسيش لو استفدتي باي حاجه في الفيديو ده تشجعيني بكومنت ولايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك اي جديد انا بعمله. والسلام لقلبك.